صباح الخير، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هاخدكم معايا في يومي، بما اني هقضي اليوم لوحدي، وكمان عشان انتوا طلبتوا مني ان انا اعمل لكم فلوجات اكتر وروتينات كده في يومي، عشان قلتوا لي انها بتشجعكم. فده شيء يبسطني جدا بصراحه. والمهم ان انا كمان المميز في اليوم النهارده ان انا هقضي اليوم لوحدي، لان انا حرفيا دلوقتي في البيت لوحدي، مفيش حد في البيت، اخواتي في مدارس وبابا وماما في مشوار، فغالبا مش هيرجعوا يعني غير متاخر. فيلا بينا بقى اوريكم ازاي هقضي اليوم لوحدي. اول حاجه انا غبت من المدرسه لاني عندي حاجات عايزه اخلصها وكده، وعامه يعني احنا ما بنروحش كل يوم يعني، فالفكره انه مفيش مشكله ان انا اغيب النهارده طالما هستغل اليوم يعني. فاول حاجه ان انا عندي حصه فيزياء، زي ما قلت لكم انا باخد فيزياء اونلاين، فتعالوا بقى اوريكم يعني ازاي بذاكرها وازاي باخدها واديكم فكره عنها كده. بس ان شاء الله هيكون ليها فيديو مخصوص لان انا متحمسه اعمل لكم الفيديو ده جدا. وبس كده، يلا بينا نشوف اليوم هيمشي معانا ازاي. قبل ما ابتدي مذاكرتي لقيت المكتب عليه شويه كركبه، فيلا بينا نرتبها في ثانيه يا جماعه. يعني لو الحياة سهلة بالطريقة دي كان زماننا ارتحنا كلنا. المهم جهزت كل حاجة أنا محتاجاها، الكتاب والتابلت اللي هشوف عليه طبعا، وكل حاجة أنا محتاجاها جنبي، وادي حركة لولبية كمان يعني. والله يا جماعة مش عارفة، أنا عمالة أتطور كده في الحركات لحد ما في مرة هتلاقوني يعني مش عارفة بطلع لكم من الشاشة. المهم يلا بينا نبتدي مذاكرتنا. تعالوا بقى دلوقتي اكلمكم شويه عن ازاي انا باخد فيزياء اونلاين. المهم ان انا هنا كنت ببدا لسه افتح اليوتيوب وكده. المهم على فكرة يا جماعة تقدروا انتوا تفتحوا يوتيوب على التابلت بطريقة آمنة جدا، اللي هي طريقة البروكسي او اي طريقة عامة، انتوا اكيد عارفين طرق. فمفيش مشكلة ان احنا نستفاد منه في حاجة مفيدة زي كده، ان احنا نذاكر عليه، ان احنا زي ما قلت لكم قبل كده احنا ننزل عليه كتب ونقراها بدل ما احنا رامينه في البيت، او احنا نستخدمه في اي حاجة تانية مش مفيدة. لا بالعكس، نحاول نستغله في حاجات مفيدة. المهم دي نقطة. النقطة التانية بقى ان انا ازاي بذاكر فيزياء. زي ما قلت لكم انا بتابع مع مستر حسام خليل. المهم انا هنا كنت بوريكم الكراسة بتاعتي، زي ما انتم شايفين انا بشوف الحصة وبلخص ورا المستر بالشكل ده بطريقة منظمة جدا عشان اقدر ان انا استوعب الكلام. وكنت مشغلة حصة اهو اللي هو الدرس بتاع الحركة الدائرية. تمام. فانا يعتبر خلصت الباب الاول، هو عبارة عن فصل واحد انا خلصته وحليت عليه امتحان وتمام التمام، ودخلت على اللي بعده. وبجد شايفة ان انا منظمة جدا وقادرة ان انا انظم الموضوع مع نفسي. فدي حاجة يعني انا مبسوطة بيها اصلا وعايزة اشاركها معاكم، بس برضو هستنى شوية لحد ما اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي، بس ان شاء الله خير يعني. انا متبشرة خير وعارفة ان انا هعرف انظم نفسي في الموضوع ده طالما قلت من الاول ان انا هعمل كده. هنا قبل ما ابتدي الحصة انا كنت براجع على اللي خدته الحصة اللي فاتت، لان انا كنت خدت جزء من الدرس. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اشغل الحصة عادي، بقعد بقى براحتي كده ارجع ظهري لورا، اعمل اي حاجة، المهم ان انا اكون مرتاحة وانا بتفرج عشان المعلومات يعني تدخل بقى كده بشكل احسن واكون مستوعبة الموضوع يعني. المهم دلوقتي ان انا هقعد اسمع الحصه، فانا عارفه ان انتوا بتحبوا الفيديوهات دي اصلا عشان بتشوفوني فيها وانا بذاكر، ممكن تقعدوا انتوا تذاكروا معايا او كده. فلو انتوا عندكم اي حاجه عايزين تخلصوها شغلوا الفيديو قدامكم واقعدوا اعملوا ده. وحتى لو الفيديو خلص ممكن انتوا تعيدوه تاني او كده. يعني فكره انتوا تشوفوا حد بتذاكر دي بتشجعكم جدا. فبس كده، يا رب يعجبكم. يا راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به الطريق مقفلا. هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا، بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا استسلم مكملا. فاستمر فاستمر، لأنها الحياة تترترى. فاستمر فاستمر، حينا جميلا وحينا غادرا. على الطريق سوف تلقى صحبة، فاحذر فليس كلهم بصاحبي، والحب أيضا فيه يبدو غائبا، لكنه خلف الستار يختبي.
فخذ للخلف خطوة ترى بها، ثم اخطو ألفا للجمال الغائب، واختر ما بين أن تكون صامدا أو حبة في لوحك ربي أبي، لك الخيار صاحبي. فاستمر لأنها الحياة تترى. فاستمر حينا جميلا وحينا غادرا. فاستمر لأنها الحياة تترى. فاستمر حينا جميلا وحينا غادرا. يا راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به الطريق مقفلا. هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا، بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا استسلم مكملا. فاستمر لأنها الحياة تترى. فاستمر. تعالوا دلوقتي اقول لكم على شويه حاجات بعملها برضو وانا بذاكر. هي ان انا مثلا مستر حسام خليل هو بيكون منزل صور من المذكره بتاعته، فانا الصور دي بيكون فيها الشرح او كده، فهو ما شاء الله عليه منزل الشرح بطريقه سلسه جدا، اسهل من الكتاب كمان. يعني مبسط المعلومه وعامل مخططات ذهنيه ورسوم بيانيه وحاجات كده شكلها تدخل المعلومه في الدماغ بشكل احسن. فانا بوقف الفيديو وورقي وقلمي وببتدي ان انا اكتب اللي موجود في المذكرة، بنقله كده برضو بطريقتي بشكل شيك، اشكل بقلم احمر قلم ازرق وهكذا عشان اخلي شكل الورقة برضو حلو وارسمها في دماغي. فدي حاجة برضو بتساعدني جدا. برضو مثلا لما المستر بيقول مثلا اي معلومة كده فاهمين اللي هو حاجة تفهمك باللغة العامية حتى، بقوم كاتباها. يعني هتشوفوني دلوقتي بوريكم انا كاتبة جملة حرفيا باللغة العامية بس عشان هي مفهماني الموضوع ومخلياني عارفة افهم، وهي فعلا اللي هتخليني مثلا لو نسيت المعلومة مجرد ما افتكر الجملة دي خلاص انا افتكرت وفهمت تاني. بصوا صورت لكم الصفحة مخصوص عشان اوريكم بجد ازاي انا بكتب بطريقة سلسة جدا. يعني كاتبة هنا بالعامية حرفيا لو اداني القطر اقسمه على 2، طول الحبل او طول الخيط هو الار اللي هو نصف القطر، وهكذا. دي حاجات في الحركة الدائرية لو انتوا اولى ثانوي هتفهموني يعني. وشايفين مثلا القوانين ملخصاها ازاي بطريقة سلسة جدا، انا كاتبة ورا المستر طبعا، فهو بجد ملخصها بطريقة حلوة جدا ومشجعاني اصلا مخلاني بتسلى وانا بذاكر. هنا بقى انا كنت بحل، فهو اصلا مستر حسام خليل في طريقة شرحه لما بيشرح حتى في سنتر او كده وهو بيصور بيقول للطلبة اللي عنده ان هم مثلا يعني شرح فكرة معينة فبيخليهم يحلوا عليها حرفيا وهم قاعدين في الدرس. فدي حاجة كويسة جدا وفعلا فرقت معايا قوي، بتثبت لي المعلومة بتخليني افهم بشكل احسن. وحتى لو في حاجة انا مش فاهماها فهو لما بيحل المسألة انا بفهمها. فطبعا انا بوقف الفيديو وببتدي ان انا احل معاه، والحمد لله الاجابات بتطلع صح لانه انا فعلا بفهم منه كويس جدا وهو شرحه كويس جدا جدا جدا. فيعني انا مبسوطة جدا بالخطوة اللي انا عملتها دي، ومستر حسام خليل بجد من احسن الناس اللي بتشرح فيزياء حرفيا ان ما كانش احسنهم. ودلوقتي انا خلصت، يعني الساعه دلوقتي 10:30، فانا بقالي فتره محترمه بذاكر. شفت الفيديو وذاكرت الدرس يعني وحليت عليه كمان شويه حاجات بسيطه بصراحه. فالحل طبعا انا هخليه لمره تانية على ما الدرس يثبت في دماغي شويه. بس انا كنت بحل، يعني اصلا مستر حسام خليل طريقته في الشرح كويسه جدا، ان هو في وسط الحل او كل ما يدي فكره قصدي في وسط الشرح لازم يحل عليها فكره او فكرتين عشان تثبت في الدماغ. تمام، فدي حاجه كويسه جدا بتساعدني ان انا حتى لو مش هحل بعض
الحصه ان انا اوريدي اكون عرفت ايه هي افكار المسائل وعرفت ازاي احل وكل الكلام ده، وممكن بقى اقعد في مره تانية احل. فده اللي انا هعمله المره دي ان شاء الله. بس ساعات برضو بحل بعد ما باخد الدرس على طول لو الدرس سهل او انا لسه عندي وقت او انا لسه فيها طاقه يعني. بس يعني دلوقتي بقول يعني نكتفي بهذا القدر من الفيزياء، وان شاء الله في مره تانية ممكن بقى اقعد احل. المهم دلوقتي زي ما قلت لكم الساعه 10 وانا عندي درس الساعه 1، فلسه بدري، لسه معايا وقت كتير قوي. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه بقى في باقي اليوم. فدلوقتي انا قررت اكون ابنه بره، بما ان ماما بره البيت فقررت ان انا اروق شويه حاجات كده في الشقه. فاول حاجه عملتها ان انا غسلت المواعين لان انا كنت فطرت وكان في شويه حاجات برضو في الحوض كده فغسلتها. وبعد كده رحت عشان اروق سريري، وواحد اتنين تلاتة يلا حركه جامده تاني. يا لو الموضوع بالسهوله دي يا جماعه، ده انا طلع عيني عشان اعملهم. كنت عايزه افردهم كده على السرير وبعد كده معرفتش، فقلت اطبقهم يعني. المهم يعني مش لازم اشغل دماغي بالموضوع ده. المهم وبعد كده فتحت الشباك برضو عشان اهوي الاوضه شويه. الساعه ساعتها كانت 11، فالجو بدأ يحلو لان الصبح كان الجو برد ومعرفتش افتحها. وده كان شكل السما يا جماعه، ما قدرتش اتخطى وما قدرتش ما اصورهاش. بجد سبحان الله، السما من اكتر الحاجات اللي الواحد كده بيبص لها ويقعد يقول سبحان الله قد ايه هي جميله يعني. وبعد كده قعدت اتصور بقى شويه يعني. الجو كان جميل والصور كانت حلوه والشمس طالعه، فاتصورت كام صوره كده. يا جماعه دلوقتي الساعه 12، فيلا بينا بقى نشوف هنلبس ايه، لان زي ما قلت لكم عندي درس الساعه 1 ومش عايزه اتاخر فبجهز من بدري. فالمهم ان انا قررت انا عايزه البس التوب ده، فيلا بينا نظبطه مع بعض. انا غيرت رايي، قررت البس دي. فهي السوت السمراء بتاعتي دي غالبا انتوا عارفينها، انا بحبها قوي وطلعت فيها كذا فيديو عندي يعني. وهلبس عليها بقى المره دي الشميز النبيتي ده، وهنطقمه مع طرحه واكسسوارز دلوقتي وهيبقى شكله جميل جدا. فيلا بينا نشوف. في الاخر لبست ده اصلا حاجات غير اللي انا كنت محدداها خالص. طبعا باين عليا ان انا مش متاخره خالص. المهم دلوقتي لبست الطرحه دي ولبست الهودي ده ولبست عليه البنطلون ده وده الشوز برضو، ولبست التوت باك دي. شوفوا حلوه ازاي، لسه جايباه جديد يعني. المهم ولبست الخاتم ده عشان انا بحبه. وبس كده، باي. دلوقتي انا رجعت البيت، حطيت الطرحه بس كده وقلت اصور لكم واقول لكم يعني ان انا رجعت. بجد كان يوم طويل يعني، انا بره من الصبح تقريبا والساعه دلوقتي 6، ف وقت كتير قوي يعني. المهم ان انا النهارده يعتبر اكتر يوم مسحوم عندي، فعشان كده راجعه متاخر او مش متاخر بس اللي هو قعدت كتير بره. فبس كده يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في باقي اليوم. هغير هدومي بس كده واريح شويه وبعد كده بقى هنعمل حاجات تانية كتير. استنى. طبعا كنت راجعه جعانه جدا، فاسرع حاجه ان انا اعملها واكلها بسرعه هي اندومي. فعملته وكلته بقى. فالناس اللي هتقولي بقى انت بتاكلي اندومي كتير او دايما او كده، لا الفكره ان انا بس لما بكون بصور يعني، هو بيكون عندنا اندومي فبعمل اندومي فبصوره، لكن الفكره ان انا مش باكله كل يوم ولا حاجه. المهم دلوقتي ان انا وانا قاعده بتفرج كمان وانا قاعده باكل، قررت ان انا اقعد اقرا شويه في الروايه، وبعد كده كمان فتحت التابلت وقعدت اتفرج على مسلسل شويه، فعادي يعني بسلي وقتي. وبعد كده عملت لنفسي عصير فراولة. بجد يعني عصير الفراولة ده تحسوه كده اللي هو ايه، صديق الصدوق يعني، بينفع صيف شتاء حر جو اي حاجة، تحفة يا جماعة بعشقه. وبعد كده كان عندي مذاكرة كيمياء فخلصتها. ويعني هو كان عندي حل كام مسألة كده واجب عشان كان عندي درس كيمياء النهاردة، فطبعا الكيمياء ما ينفعش تقعد، فقعدت حليت الواجب على طول. وبعد كده خدت بريك شوية طبعا، وبعد كده دخلت تاني برضو على الأحياء. كان عندي برضو درس أحياء النهاردة، فالأحياء والكيمياء وعامة المواد العلمية لازم تروح تتذاكر، وهنا كنت باكل بسكوت عادي. والموضوع ما خدش مني وقت لأني بس كنت براجع المعلومات اللي أنا خدتها. وبس كده أنا يومي خلص يعني. أنا عندي مدرسة تاني يوم فهنام بدري طبعا. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم وكان خفيف ولطيف على قلبكم. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو فاعرفوا ان انتوا متابعين الاوفياء، فانزلوا املوا الكومنتس دلوقتي قلوب زرقاء وهرد عليكم كلكم، وهعرف ان انتوا من متابعين اللي بجد اللي بتشوفوا الفيديوهات للاخر. وبس كده، بحبكم واشوفكم في فيديوهات جايه.